سأعطيكم طريقة لصناعة ما أسميه بهرمون السعادة. هذه الطريقة التي ترددت فيها وأتاني الوسواس وأخذت العزم، ثم أتاني الوسواس مرة أخرى، لكن حينما أخذت القرار والعزم والله البارحة الله عوضني بشيء آخر يعني مضاعف. أنا حاولت أن أبسط هذه العمل للناس، سبحان الله، وخرجت في أمر آخر. نعم، هذه المادة تسمى بحمض اللبن أو حمض اللاكتيك أو الحمض اللبنيك. هذا الحمض تنتجه البكتيريا النافعة، هي متواجدة في الحليب وفي الدقيق وفي كثير من الأشياء الطبيعية يحتاجها جسم الإنسان. لا يمكن الاستغناء على هذا الحمض لأنه يقوم بوظائف مهمة في داخل الخلايا وفي الجهاز الهضمي، وسأحدثكم عن الفوائد أولا ثم الطريقة بعجالة. من الفوائد أنه يحلل كما قلنا المعادن من الطعام، يحررها فيرجعها قابل أن تمتص، تدخل إلى الدم، فالجسم يخزن هذه المعادن في الخلايا. وهذا الحمض كذلك في الخلايا يساعد في يعني تحرير هذه المعادن وإرجاعها مرة أخرى قابلة أن تمتزج مع الماء إلى الدم مرة أخرى. لكن حذرت في المقطع الذي قبل هذا قلت بأن الناس يجب أن يأخذوا حذرهم، لأن بعض الأشخاص عندهم دهون، جسم مشبع بدهون يعني سهلة التحرر، يمكن الدم أن يتشبع بهذه الدهون. لا تكتر منها، على حسب الكمية، لكل شخص كميته. أنا قلت لكم أستطيع أن أشرب 5 لترات، لكن بعض الأشخاص الذين عندهم خزان من الدهون يعني المركبة من شيئين أو 3 أشياء، فهذه سهلة في التحلل. وهناك بعض الأشخاص خلايا الجسم مشبعة بالأنزيمات المحللة للحم التي يدفقها الكبد، وقلنا هي التي تسبب في إتلاف الكلى والتهابات في مجرى البول وكثرة التبول. يجب أخذ الحيطة والحذر، يعني شرب الكمية قليلة مع المشي والتحرك. يمكنكم أن تزيدوا، تبدأوا بالقليل على حسب. أنا أعرف نفسي ممكن أشرب 5 لترات في اليوم، هي الكمية المناسبة التي تعطي النشاط وطاقة وتزيد. يعني قد الشخص يحتاج يعني في اليوم إلى لتر ونصف من الماء زائد هذا الحمض، ويدخل يعني بالتسلسل بالتدرج، يعني يقسم الوجبات إلى عدة وجبات، وفي كل وجبة يشرب شيء قليل من هذا الحمض. هذا الحمض مهم كما قلنا في جسم الإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه، وابتعدوا عن الخل وجميع الحمضيات فهي قد تكون ضارة، هي أقوى من هذا الحمض، تحلل وتفكك أكثر منه. لكن أنت إذا كان عندك سرطانات يعني منتشرة وسوء الامتصاص حاد إلى آخره، كارثة قد تكون. المهم، وهذا الحمض طريقة صناعته صناعة يعني ليست يعني صناعة يعني يمكن لأي شخص أن يصل إليها، هي فكرة ولكن لا تخطر على البال الإنسان، ولا يصل لها إلا إذا كان باحثا. والباحث إذا وصل إلى شيء لا يعطيه لأنه يبذل مجهود، نحن نبذل مجهودات في هذه الأشياء. أنا أعرف صناعة الخل الأبيض، يعني هذا الخل الأبيض لا يمكن صناعته يعني بكل سهولة. حمض ستريك، بيكربونات الصوديوم، هذه الأشياء نحن نجري التجارب ونعرف حقيقة الأحماض وماذا تفعل وكيف تحلل المعادن إلى آخره. فحينما ندخل في هذه الأشياء فهي أشياء قد أقول لكم ثمينة. سأعطيكم الطريقة السهلة. الطريقة بينتها عبر البث المباشر، وكل من أراد أن يحضر على الساعة 11 إلى 11:30 ليلا بتوقيت المغرب، فدائما في الغالب نعمل البث في هذا التوقيت، توقيت المغرب. شرح مفصل دقيق مفيد، ربما فوائد لا تجدونها في مكان آخر. صناعة هذا والله شربت فيه تقريبا كمية، اليوم شربت فيه كمية. سأقول لكم طريقة سهلة. جربوا في لتر من الماء، صبوا يعني ماء شرب في لتر، و يعني ضيفوا له ملعقتين من السكر، حلوا ذلك الماء. لا يجب أن تدخل الحلاوة بكثرة بشكل زائد لأن البكتيريا لن تنشط. أصحاب السكر، هذه الطريقة تفيدكم، لكن أحذركم مرة أخرى، فجسمكم قد يكون مخزن دهون، هذه الدهون مركب
الأنسولين زائد السكر. إذا شربتم كثرة سيتحرر تلك الدهون والدم يتشبع بالدهون ويسبب لكم المشاكل. تحلل تلك الدهون بالتدرج، لا تشرب كثير، يعني بشكل يعني متسلسل بكثرة بنظام. وسأشرح هذا، واحضروا على البث إذا أردتم الشرح المفصل. صناعة هذا الحمض اللاكتيك فهو قوي، ضعوا ماء ورخيص الثمن. أنا بإمكاني أن أصنع شركة من هذا الحمض، والله العظيم. يعني هذه الطريقة فهي نفس الحمض الذي في اللبن. ما دفعني أن أبين للناس هو أن كثير من الناس عندهم سوء الامتصاص حاد، وعندهم تآكل الجسم وفقر الدم، والخزان عندهم نفد وسرطانات. والله هذه العلوم نحن الناس كتمناها عن الناس. وبعض الأشخاص إذا أردت، حتى إذا أردت التجارة، يحتاج يعني لترات يعني وهو في بلد، كيف ستوصل له 20 لتر أو 30 لتر خلال 6 شهور؟ يعني يجب أن يتابع على هذا الحمض، لأنه يحلل ويخزن خزان حتى يصل إلى الكثافة المطلوبة في الجهاز الهضمي من البكتيريا، والخزان عنده يعني يزيد في الوزن والمعادن إلى آخره، ثم يقلع عنه. أقول هذا ما دفعني لتبيان هذه المسألة للناس. ضعوا لتر من الماء، صبوا عليه ملعقة من السكر، لا يكون محلى بشكل كبير لأن البكتيريا لن تنشط. خذوا البكتيريا في الخميرة الصناعية على شكل مسحوق، يعني تكون مجففة، ضعوا منها ملعقة كبيرة من الخميرة هذه، فحركوا، لكن لا تغلقوا القارورة أو الشيء الإناء، لا تغلقوه لأنه سينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. هناك نشاط لهذه الكائنات الحية ستحول لكم هذا الماء الحلو إلى ماء حامض، مفهوم؟ لكن هذه مرحلة أولى، لن تحصلوا على هذا الحمض. فهذا السائل ستجدون فيه 3 عناصر ستكون في هذا السائل الأول، يعني في المرحلة الأولى. ستضعونه لساعات على حسب الجو، يمكن في خلال 12 ساعة يتحلل، لكن اتركوه حتى ترون الخميرة أو البكتيريا أصبحت في الأسفل. يعني السائل كما هذه القارورة كانت مرتفعة، أنا أشرب من هذه، أستطيع أن أشرب يعني 5 لترات يعني في اليوم. فهو نسميه هرمون السعادة، بعد أن تجربوه إن شاء الله. لكن بالكمية، إذا شربت الكثير سيحلل لك الدهون في الدم حتى ترى الخميرة هبطت للأسفل. هنا يعني يمكن أن نقول بأن السكريات انتهت، لأن البكتيريا النافعة حينما ينتهي السكر وقودها والطاقة يعني تدخل في الخمول، يعني هي تستمد طاقتها من السكريات. فحينما ترون يعني الخميرة في الأسفل، لكم أن تضيفوا الحليب، أي حليب، لا تبحثوا عن حليب، حتى الحليب المصنع فيه 20% من الحليب و8% من مساحيق الدهون كما شرحنا من قبل. ضعوا، ففيه بكتيريا الحليب، ضيفوها على ذلك القليل، يعني نسبة مثلا لتر، ضع يعني 100 ميلي من الحليب، أي حليب وجدت، صبوه، لكن لا تغلق. أكرر مرة أخرى وذكر، لا تحكم لإغلاق القارورة، يمكن أن تغطيها بشيء ماء فقط، تتركها تتنفس، لأن إذا أغلقت، أحكمت الإغلاق، هناك ضغط، هناك في الداخل إنتاج لغاز ثاني أكسيد الكربون. أقول اتركها مرة ثانية حتى تهبط البكتيريا إلى الأسفل، لأن حينما تعطيها الحليب ستنشط في مخويات، في سكريات، حتى تحول السكريات والأشياء التي في الحليب إلى حمض. اتركها ليوم، تقريبا يومين، وتشرب، تتذوق، بسم الله، تجد الماء حامض. قسم الوجبات إلى وجبات، 10 وجبات في اليوم. إذا كان عنده الشخص عنده التهابات حادة في الجهاز الهضمي، فعليه أن يقسم الوجبات ويسحق الطعام. للأسف الدقائق انتهت، سأعطي تثهمة في المقطع الذي بعد هذا إن شاء الله. شاركوا هذا المقطع. فمعكم العشاب الهواري محمد بن عبد الله القديري. كل من أراد المزيد يحضر على البث على الساعة 11:30 ليلا إلى 12 بتوقيت المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.